السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي واصحابي اللي بيدوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي شفنا طبعا مباراة نادي الزمالك، وطبعا بما ان المباراة كانت في اسمه هو الاول، فنادي الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، فالمباراة كانت صعبة جدا. الاهلي كان 10 دقايق في الشوط الاول وفاز النادي الاهلي ببطولة كاس مصر برغم استحواذ نادي الزمالك، ولكن الفريق القوي هو اللي بيعرف يخلص البطولات. الفريق القوي فريق البطولات هو اللي بيعرف يفنش الماتش. فبصراحة الأهلي خد البطولة عن جدارة واستحقاق، حتى لو كان استحواذ كله للزمالك. العبرة بالنهاية، الكرة ما بتعترفش بالاستحواذ في العالم كله. مباراة حلوة، وشفنا طبعا حركة شيكابالا للأسف اللي مش كويسة، حركة الساعات والفلوس والكلام الفارغ. المباراة كانت كويسة وماشية تمام ومفيش أي مشاكل، ولكن هو للأسف شيكابالا دايما بيعمل حركات كده غريبة في أوقات يعني الجو هادي والدنيا كويسة، وهو يروح طالع كده بحاجة غريبة شوية. ولكن الحمد لله البطولة كانت من نصيب الأهلي. هنشوف بقى توابع البطولة والفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. تابعوني هتلاقوا بقى توابع البطولة إيه وتوابع القرارات. نتمنى الشفاء طبعا للكابتن محمود الخطيب، وبإذن الله الأهلي يستحوذ على البطولات الفترة القادمة، والدوري كمان بنسبة كبيرة بإذن الله. وطبعا وكانت لقطة كويسة جدا بلقطة العمري فاروق، وشفنا تركي الشيخ وهو بقى يعني بيرقص وفرحان ومبهدل الدنيا طبعا. وزي ما مدحت شلبي قال له خلاص كده اتفضحت قدام الناس عن انتمائك. هو انتمائه أهلاوي ومعروف من زمان بغض النظر عن الاختلاف يعني. ولكن وكمان نتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، وباذن الله الفتره اللي جايه الاهلي يكون موسم كويس عليه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. تحياتي ليكم، سلام.